المركز التجاري بمناسبة حلول ذكرى عاشوراء تمثلت في الأهازيج الشعبية والحناء ومختلف العادات المغربية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، أجواء تبرز ارتباط المغاربة صغارا وكبارا بموروثهم الثقافي الغني. عجبتني عاشوراء وقدموا لنا بزاف ديال بحال حنا ولينا صراحة زوينة بزاف، شي حاجة عجيبة، يعني داروا شي حاجة اللي ما عمرنا شفناها. فرصة باش الأطفال يتذكروا دائما هذا الحفل، ما يبقاوش يشوفوا فيه غير الشوفة ديال اللعاب، يشوفوا بأنه حفل ديني، بأنه تنحافظوا على التراث والتقاليد ديال أجدادنا. هذا كيدل بأن المغاربة مازال كيحتفظوا على التقاليد ديالهم رغم التطور اللي كيعرفوا المغرب، وهذا فخر لنا المغاربة. مبادرة اتخذتها إدارة هذا المركز التجاري الأضخم على مستوى القارة الإفريقية بمناسبة يوم افتتاحه لكي يجد الزوار أجواء تقليدية تميز ذكرى عاشوراء بالمغرب. مناسبة عاشوراء نحتفل بها بالشاي المغربي والحناء والفواكه الجافة والهدايا المخصصة للأطفال الصغار، وكما تلاحظون هناك العديد من الزوار المشاركون في هذا الاحتفال، وهدفنا البقاء قريبا من مختلف مناسبات المغاربة. الزائر لهذا الفضاء التجاري الكبير الممتد على مساحة 250 ألف متر مربع سيجد مئات العلامات التجارية ومراكز الترفيه، وأيضا سيجد أجواء تقليدية تنبعث من أصالة التراث الغني للشعب المغربي.